نوع من الحزام باليدين من قبل المدافع. إسكو في تنفيذ هذه المخالفة هايلة في القائمة الثانية بالراس. كارلوس كازيميرو بالراس، هو الحارس روبن بلانكو يفعلها وينقذ فريقه مرة ثانية من هدف محقق. هذا بلانكو لم يكن إلى غاية صبيحة اليوم هو الأساسي، بل كان سيرجيو ألفاريز. كل وسائل الإعلام كانت تحدث بابا جول بيبي 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 إليا جول. بيبي بالراس يفك الشفرة ويحرر رفقائه وعشاقه. الريال يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 40 بشق الأنفس بعدما تمكن روبن بلانكو من صد كل الكرات. بلانكو اللي كان مفاجأة لحد الآن. بيبي بالراس، راسية، هي تسديدة بالراس من بيبي على يمين روبن بلانكو. الريال يفتح مجال التسجيل بشق الأنفس. جول الريال 0 لسيلتا فيغو عند الدقيقة 40 من عمر المباراة. هو أول أهداف بيبي هذا الموسم مع فريق ريال مدريد. كان يجب أن ينقذ الريال المدافع في اللحظات الأخيرة. روبن بلانكو بكل هدوء يوصلها لسيرجي غوميز. عناصر سيلتا فيغو الآن مطالبة بالاحتفاظ بالكرة، لا تلعب هكذا كرات طويلة في وقت يسيطر ويضغط فريق ريال مدريد، يعني وانت تزيد ترجع لهم الكرة بأسرع كرة ممكنة، بأسرع سرعة ممكنة. لويس دانيلو راموس تلقى ايسكو على الجهه اليسرى، راموس يوصلها لرونالدو، رونالدو يهيئها، يوصل رونالدو، رونالدو بابا جول. اين انتم يقول رونالدو، اين هي صافرتكم يقول كريستيانو. تسديده من اروع ما يكون، صاروخ ارض جو من كريستيانو يسجل الجول الثاني للريال. جول يا كريستيانو، جول يا رونالدو، جول يا له من جول. يا سلام عليك يا رونالدو عندما تغضب، يسدد بقوة ويسجل هدف ثاني. ساقطة مرفوعة عالية نزلت كالصاعقة فوق روبن بلانكو. جول ثاني يقول لكم رونالدو هدئوا من أعصابكم. رونالدو يسجل الهدف الثاني أمام ابنه وأمام أمه في المدرجات. بوم، يا سلام. رونالدو بروعة يسجل، هذا كله غضب وكلها قوة وكلها براعة وكلها إصرار من كريستيانو رونالدو، لأن الريال هو رونالدو، ورونالدو يريد أن ينقذ الريال من هذه الظروف الصعبة. صاروخ لن تقدر عليه روبن بلانكو ولا على صده. نعم كانت صافرات استهجان قبل هذه، قال لهم أين هي صافراتكم رونالدو. جول، هدفان مقابل 0 صارت النتيجة. الهدف رقم 24 بالنسبة لكريستيانو رونالدو، الهدف رقم 35 هذا الموسم لرونالدو مع فريق ريال مدريد في 34 مباراة. في وسط الميدان الكرة كوفاسيتش من أنشط اللاعبين في وسط ميدان فريق، خلينا نقولها بالنسبة لكوفاسيتش بعد 51 دقيقة لعب لمس كرات كثيرة مقارنة بكازيميرو. عنده 251 هدف، رونالدو عنده 249 هدف، ميسي ب 305. كريستيانو رونالدو في تنفيذ هذه المخالفة لصالح الريال. روبن بلانكو تألق لم يدم طويلا، تركيز كبير من كريستيانو رونالدو في تنفيذ هذه المخالفة الصعبة كثير من حوالي 25 متر من مرمى روبن بلانكو الذي يحتج على دفاعه. ليس هذا هو الموقع يا دفاع. رونالدو ياخذ كمان وقته لتنفيذ هذه المخالفة. الكرة تغير مكانها، نعم بالضبط 25 متر ياخذ وقته كريستيانو. الكرة ستكون ساقطة أيضا، يستعد كريستيانو أمام أنظار ابنه في المدرجات. رونالدو جول 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 جول. إليا فانتاستيك يا رونالدو، فانتاستيك يا رونالدو، رائع. جول ثاني لرونالدو، ثالث للريال. يا له من رونالدو عندما يغضب، يا له من رونالدو عندما يسدد، يا له من رونالدو عندما يكون في احسن احواله ويسجل. جول ثاني لكريستيانو، ثالث للريال. رائع انت يا كريستيانو. روبن بلانكو يتفرج على هذه الكرة، يا سلام، في الزاوية التي يسكن فيها الشيطان يحطها كريستيانو على يمين الحارس. كرة ساقطة، لا الجدار ولا الجول ولا الحارس صد هذه الكرة. رونالدو والثالث للريال.
مباراة غضب الريال وغضب رونالدو، مباراة رد الاعتبار 13 دقيقة لاعب 3-0 لكريستيانو رونالدو وريال مدريد. هدفه السادس والثلاثين هذا الموسم، الخامس والعشرين في الدوري الإسباني. كريستيانو رونالدو يلتحق اليوم بهداف الدوري الإسباني لهذا الموسم. لا 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 لا، يا له من هدف ويا له من تسديدة ويا له من مخالفة من كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفا ولا أروع. يلتحق بلويس سواريز بمجموع 25 نقطة. والدة تبكي أم فرحانة؟ والابن لا يدري ما يحدث في هذه المباراة تقريبا. لا يدري بأن والده يصنع الحدث اليوم بتسجيله لهدفين رائعين. نقترب من ربع ساعة الأول. جوني كوسترو يتلقى البطاقة الصفراء لعناصر فريق سيلتا فيغو، هي الثانية. ريال مدريد الشوط الثاني مختلف تماما عن ريال الشوط الأول. هذه بعيدة شوية كريستيانو. لو تفعلها مرة ثانية سيكون أمر لم يسبق له في التاريخ، أنك تسجل هدفين في ظرف دقيقتين من كرتين ثابتتين. قادر يصنعها رونالدو، يسدد جول. صدها الحارس. يا سلام، يا ريت كريستيانو رونالدو يغضب في كل مرة ليمتع عشاق الكرة بمثل هذه التسديدات. والفريق لا يريد أن يكسر توازن الفريق ويكسر هذا الريتم اللي فرضه فريق ريال مدريد. رونالدو عنده الكرة من عند اللاعب إيسكو، يرجع رونالدو للخلف لكوفاسيتش. كوفاسيتش يلعبها مع كاسيميرو، من هناك مع بيبي كاسيميرو طلبها كارفاخال، يفضل يلعبها مع رفيقه لوكاس فاسكيز على الجهة اليمنى لكارفاخال. كارفاخال ودخل لوكاس فاسكيز لرونالدو. رونالدو بالعقب ثنائية، رجعت لكريستيانو. ما زالت الكرة لعناصر الريال، من هناك على الجهة اليمنى لوكاس فاسكيز. وين يا لوكاس؟ وين الكرة تاع لوكاس فاسكيز وبيبي بين احضان الحارس بلانكو. هذه الكرة ليست مخالفة. شوف الإعادة مرة ثانية. بابا كاد ينكسر ظهره وليس يديه هكذا بهذه التسديدة القوية أمام حارس عمره 20 سنة. صد ولا أروع من بلانكو. طبعا عندما نتحدث عن الصاروخ يجب أن نتحدث عن المدفع الذي يصد هذا الصاروخ ويسقطه. يعني الحارس ما فعله في هذه الكرة رائع جدا، وهذا الصد فريد من نوعه لحارس عمره 20 سنة أمام كريستيانو رونالدو. كرة في الخلف لصالح سيرجيو راموس، وهذا كارت بيل راح ياخذ مكانه في الخط الأمامي لتشكيلة فريق ريال مدريد. وانطلق عن طريق اللاعب مايورال. بالعقب يا مايورال، محتفظ بالكرة. لا، إيسكو بعدين رونالدو ثنائية، رجعته كريستيانو والتغطية دفاعية. وانطلاقة سريعة وخطيرة. خطيرة. جول عن طريق لاغواس باس. لعبة في العمق وخطأ فادح في دفاع الريال. يفعلها لاغواس باس ويسجل أول هدف سيلتا فيغو. لعبة ممتازة جدا لصالح فريق سيلتا فيغو أمام عشاقه. لاغواس باس ليس من عادته أنه يضيع أهداف أمام المرمى. شوف اللعبة من كرة طايشة تقريبا بعيدة تماما خلف بيبي وراموس. اجري يا بيبي واجري يا راموس، لن تلحق لاغواس باس. وجول أول لسيلتا فيغو بالبراعة والأناقة والبدعة. نعم، هدف في منتهى الروعة، برودة أعصاب رائعة جدا. هدف ليس ككل الأهداف فعلا. لاغواس باس فعلها بكيفية رائعة وفريدة من نوعها. هي أول فرصة لعناصر سيلتا فيغو في بداية هذا الشوط الثاني منذ 17 دقيقة لعب. لا 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 لا، هدف كان مباغتا. حتى أني لما شفت الكرة هكذا بعيدة رايحة بعيد لم أتجاوب معها، لأني كنت أعتقد بأنها رايحة لمدافعي فريق ريال مدريد. لذلك كنت بصدد قلب صفحة الاطلاع على الأرقام التي هي بحوزة كريستيانو رونالدو والتي بإمكانه أن يحطمها اليوم. وعندما رفعت رأسي وجدت الحارس اللاعب لاغو أسباس أمام الحارس كايلور نافاس، وخطأ واضح في المراقبة والمتابعة من جانب لاعبي فريق الريال. وانطلق مرة ثانية كارفاخال في التغطية، يلعبها في الخلف مع كوفاسيتش. كاسيميرو. كوفاسيتش مرة ثانية وانطلق لصالح الريال، وصلها على الجهة اليسرى مباشرة لإيسكو، طلبها رونالدو. إيسكو ورونالدو وكذلك دانيلو يلعب معاه. دانيلو في الوسط مع مايورال، ترجع لإيسكو مرة ثانية.
مايورال يهرب من المراقبة. رونالدو بالعقب، كرته لم تمر والتماس لصالح ثلاء، الكرة لم تخرج، كانت ستخرج تماس لسيلتا فيغو كنت سأقول. روبن بلانكو مايو في وسط الميدان لصالح عناصر سيلتا فيغو، ضغط هائل وانطلاقه سريعه. كاسيميرو يوصلها من هناك، كره صعبه للريال، تخلفها رونالدو، اللعبه ممتازه لكاسيليس، جول 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 جول. خذ الكره يا كريستيانو، جول ثالث، ثلاثيه لرونالدو، رباعيه للريال في مباراة اليوم. يا سلام على رونالدو ويا سلام على إيسكو والتوغل والتمرير. جول للريال، جول لرونالدو، 4-0 في النتيجة وتجاوب هائل مع العائلة رونالدو، إلا الابن الذي لا ينتبه ولم ينتبه ولا يدرك ماذا الذي يحدث ويفعله الوالد. إيسكو مباشرة لرونالدو، ثلاثية اليوم لكريستيانو، يسجل هدف آخر. يا سلام، أوه لا 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 لا. رونالدو يصبح هداف الدوري الإسباني لحد الآن بفضل هذه الثلاثية. رونالدو يصل إلى الرقم 26 في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإسباني ويلحق بالزارا. الآن صار ثاني أفضل هداف في تاريخ لا ليغا الإسبانية بعد ميسي. الآن رفقة زارا في المركز الثاني ب 251 هدف. جاريث بيل دخل في هذه اللحظات، يسقط جاريث بيل ويلعبها ثنائية، ترجع له من عند لوكاس فاسكيز. جاريث بيل روبن بلانكو يخرجها ركنية أخرى، يقول حكم المباراة. روبن بلانكو رغم تألقه لكن ذلك لم يمنع من تلقي 4 أهداف. هنا بمقبض يديه يخرجها مباشرة للركنية في وقت كان بإمكانه تمسكها لما تكبر. الآن عمرك 20 سنة، في محاولات أخرى ممكن تمسكها. خيسي نفذ الركنية، جول، رباعية تاريخية لرونالدو. اليوم غضب رونالدو كان واضح، اليوم غضب رونالدو كان مفيد، اليوم أكرم رونالدو عائلته الموجودة في المدرجات. الرباعية اليوم رونالدو ينفرد بريادة ترتيب الهدافين، 27 هدف لكريستيانو رونالدو هذا الموسم، وينفرد بالمركز الثاني لترتيب الهدافين في تاريخ لا ليغا. بعد ميسي يأتي رونالدو ب 263 هدف. يا سلام على هذا الارتقاء بالراس، من مخالفة يسجل، من لعبة بالرجل يسجل، بالراس يسجل. رونالدو يفعلها من أمام بلانكو. 5-1 صارت النتيجة، رباعية لكريستيانو تاريخية اليوم أمام سيلتا فيغو. يا سلام عليك يا كريستيانو. جماهير الريال تقول يا ريت كل مرة رونالدو يغضب، يا ريت كل مرة رونالدو يغضب. مارسيلو هذا دخل في تشكيلة فريق ريال مدريد في هذه اللحظات في تغيير ثالث للتشكيلة المدريدية، مثل ما حدث تغيير ثالث وأخير في تشكيلة فريق سيلتا فيغو. كرة ممتازة، خيسي، جول، جول يا خيسي، جول، ثالث هدف خيسي مع الريال. انت تسجل يا رونالدو، انا ايضا اسجل. مباشرة بعد دخوله فعلها خيسي بالخماسية، يضرب الريال اليوم 5 في عيون الحساد، وكان الريال يقول انا الريال سواء في المركز الاول او الثاني او الثالث. يخطف الكرة وينطلق خيسي، يراوغ باليمنى ثم باليمنى مرة ثانية، يفتح لنفسه الطريق ويسدد جول. 5 أهداف مقابل هدف واحد لريال مدريد أمام سيلتا فيغو. النتيجة ثقيلة من سوء حظ سيلتا فيغو، جاء في ظرف الريال غاضب فيه، جاء في ظرف سيلتا فيغو الريال زعفان وغضبان، لذلك سجل هذه الخماسية بهذا الشكل، هذه السداسية عفوا. من الصبح وانا نقول 5، هي 6 لانه لما تكثر الاهداف تنسى بعضها البعض. المهم كريستيانو وكذلك خيسي على الجهه اليسرى، جاريث بيل، بالسبعة يضرب الريال اليوم. جاريث بيل انطلق، جاريث بيل زاد، جاريث بيل سدد، جاريث بيل سجل، والريال بالسبعة يضرب اليوم امام سيلتا فيغو. جاريث بيل العائد من زمان يسجل هدفه الرابع عشر هذا الموسم، ويله من هدف
كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس روبن بلانكو. 7 أهداف مقابل هدف واحد للريال. جاريث بيل لم يقدر على التمرير لا لخيسي ولا لكريستيانو رونالدو، ولكن كان قادر على التسديد في اتجاه روبن بلانكو. 7-1 في النتيجة للريال. يا سلام. لا 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 لا، النتيجة صارت ثقيلة كتير 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 من ريال مدريد على عناصر فريق سيلتا فيغو.